تخيل معايا ان الاهلي اللي فيه وسام ابو علي اللي كان هداف الدوري الموسم اللي فات في الدور الثاني، بس وسام ابو علي اللي جه في يناير وبقى هداف الدوري اللي فيه هجوم زي هجوم الاهلي، ان الاهلي مش اقوى هجوم في الدوري. الاهلي مسجل 9 اهداف فقط ومش اقوى هجوم. ليه؟ لان الزمالك وسيراميكا وبيراميدز فوق من الاهلي في خط الهجوم. هل الاهلي بخط الهجوم بتاعه اللي على ما تفرج ده صنع اكبر فرص محققه في الدوري؟ لا برضه. تخيل مركز الاهلي في صناعه الفرص المحققه على المرمى رقم كام في فرق الدوري العام؟ الاهلي السابع. تخيل الاهلي رقم 7. فرق زي الاسماعيلي والبنك الاهلي وبيراميدز وسيراميكا، تخيل غزل المحله فوق منك في صناعه الفرص المحققه على المرمى. كل ده حصل في الاهلي الموسم ده، ولسه ممكن يحصل خلال طول الموسم ونشوف اكتر من كده. ده كله راجع للاداره المتواضعه اللي مش قادره تجيب صفقات قويه تدعم بيها صفوف